بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد أعظم المرسلين وقائد الغر المحجلين. حضور الكريم، الآباء والإخوان والإخوات والأبناء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعيد مبارك عليكم. كل سنة وانتم طيبين تامين وسالمين، والقابلة إن شاء الله ربنا يحقق أمامكم الجمع الكريم ده إن شاء الله كلنا في الحرم في جبل عرفات إن شاء الله. وعشان المقام مقام نوبي لازم المعاينة تكون باللغة النوبية. كريمو نانيا لنا يمين لك حول لك سالم سليمة انتاني قبل لنبوك كوي وبشباي مينين وبشباي مينين كيكا جوريا دينتان نوجر كده شكوتا نمسلوكي انتاني. معلش المعاينة جات متأخرة شوية، فالتزامن مهم شديد، يعني بتدي معنى للمعايدة وللحدث، لكن جات لظروف خارجة عن ارادتنا. لكن ان شاء الله باذن الله تعالى نوعدكم المرات الجايه بنعملها يعني في طروحات كثيره جدا في اللجنه التمهيديه، فمنها بالذات المناسبه دي ان شاء الله والاعمال الجايه الاعوام الجايه. فلو ربنا مد في عمركم وعمرنا بيكون الاحتفال بشكل ثاني وبتكون متزامنه مع الحدث ان شاء الله. فالاسره النوبيه حتقسم لاربع مجموعات. المجموعه الاولى حتطبح في اليوم الاول والثاني والثالث والرابع، فحنكون عندنا اربع احتفالات في مناسبه العيد الفطر العيد الاضحى الغادم ان شاء الله، وكلها حتكون اربع برامج مختلفه، وان شاء الله منها بتتحقق الجانب الاسلامي، لانه حتتصدق بجزء من الاضحيه بتاعتك، وفي نفس الوقت نحن حنحقق على انه الناس حتتزوج، وفي نفس الوقت نحن حنقدر نغرس تقاليدنا وعاداتنا في الاجيال، على اساس يقدروا يعرفوا تقاليدنا وعاداتنا في المستقبل ان شاء الله. فده من الاطروحات في دواليب اللجنه النوبيه ان شاء الله في الاعوام الجايه. وبنفس القدر ان احنا حنعمل الاحتفالات في الفطر المبارك برضه، وبرضه حنكون عندنا افطار جماعي في رمضان القادم ان شاء الله باذن الله تعالى. حنكون عندنا افطار جماعي في البيت النوبي، وللزمن ذاك ان شاء الله نكون عملنا مقر للبيت بذاته ان شاء الله باذن الله تعالى. في مجموعة كبيرة ما جات، لكن حابب أقدم صوت لون بسيط كده لأعضاء البيت النوبي، لأنه يعني في عزوف يعني بالنسبة للناس اللي عندهم رغبة مثلا يكونوا في البورد بتاع البيت النوبي. ما شاء الله الإخوان المجموعة كويسة، لكن برضه المشاركة ضعيفة، يعني نحن دايرين أقل شيء 4-5 من الجانب النسائي تشارك، وفي برنامج يعني حيقوموا به المكتب الثقافي والمكتب الاجتماعي والرياضي، حيكون في جروب للبنات اللي اعمارهم من 12 ل 18، وفي نفس الوقت حيكون في جروب منفصل للاولاد، على انهم في برامج جيدة هم حيكون عندهم برامج يشاركوا بها
في مناسبات زي دي. فدي اطروحات برضه حتيجي، ما اقدر اطول. وصوت اللوم الواحد ده طبعا بيقدم اللوم لزول عزيز. فده بالنسبه للنسبه انا داير اوجه مناشده على انه اللجنه دي، حس اللجنه القائمه دي لجنه تمهيديه، لجنه مؤقته تسييريه، wherever you can call it. لكن الاجتماع الجاي ان شاء الله نحن دايرين نكون لجنه تنفيذيه من خلال جمعيه عموميه، تكون لجنه منتخبه منكم. وانا المناشده بتاعتي الليله على انه اي واحد فيكم يخط نفسه على انه يجي في محله هنا ويخاطب الاسره من الكنداكات، من الرجال، اي واحد يعتبروها ضريبه يا اخواننا. اي واحد يجي يشارك. وفي الدوره دي ذاتها في الدستور نحن هنعملها سنه واحده، على اساس اي واحد حيكون مشارك في دوره وحيجي في محل ده وحيخاطب الاسره. البيت النوبل نحن بنسميها العائله، بيت العائله. فالاخوان والاخوان كلهم اي واحد يقول نفسه على انه حيكون يوم من الايام هنا في حته دي وحيخاطب حتكون زي ضريبه، عارفين لانه الناس ما عندها زمن وما عندها البلد دي. والله احنا لنا 28 سنه وعارفين ومقدرين بالظروف الحاصله. الناس حتى الناس اللي جو هسي والله قاطعين